السلام عليكم الحدقات والحدقين، اش اخباركم؟ كيف بقيتو؟ كيف بقى معز عليكم ومبروك عواشركم؟ غلبكم الشي برد ولا غلبتوه؟ ايوا اليوم ان شاء الله كيف ما كيقولوا الاطباء خصنا ناكلوا الخضر الموسميه، يعني اي خضره خصنا ناكلوها في الوقت ديالها. انا جمعتهم كاملين اليوم. فهنايا غندير واحد الطويجين ديال الجلبانه والقوق والفول. معليش نخلطوا كلشي غادي يتكل، وكلشي غادي يجي لذيذ لان الخضر تبارك الله ديال البلاد. هنا عندي واحد كمية ديال اللحم د الغنمي، درت عليه واحد البصيلة صغيرة ودرت له الزيت، نقليه مزيان باش تطلق لي البنة وتطلق الميها ديال هذيك البصلة، لأن كان عندي في الكونجيلاتور ويزيد يتحل حتى هو يطلق الماء ديالو. الخضر راني نقيتها، نقيت القوق، جلبانة، الفول. غير الفول راني كان باش يبقى قابط اللون ديالو كنغليه واحد 5 ديال الدقائق وكنخوي عليه الماء بارد باش يبقى خضر. هنا غادي نشحر هذوك اللحم مزيان، وعاد غادي نكمل معكم الوصفه. خص اللحم يتشحر مزيان. كيف ما كتعرفوا انا ما كنقليش التبزيره، دائما كندير الزيت حتى الاخير، ولكن بما ان اللحم عندي جامد غادي نخلي زيت العود حتى الاخير هي اللي غادي نزيد. فاللحم هنا بدا كيطلق، الا ما اللحم ما طلقش راسو راه ما التبزيره ما كتدخلش ليه. فهنا غادي نقابلو حتى يتحل مزيان. من بعد ما خليته واحد المده فوق لو بلون باش تطلق شويه، دابا راه تطلق مزيان. ندخلوها عاود العافيه راه تطلق مزيان. وهنا غادي يمكن ليا نزيد التوابل ونزيد الماء. هنا عندي هذا واحد الطرف ديال رباح حامضه مصيره، سكينجبير، زرعه القزبور مطحونه، الثومه مدقوقه، شويه ديال الملحه، البزار، والخرقوم دائما على حسب الكميه ديال اللحم اللي عندكم. هادشي اللي كاين. الحامض كنديرو بحساب الحامض مالح، فما كنديروش الملحه بزاف. الحامض المصير كتكون فيه واحد الكميه يعني مهمه ديال الملحه. صافي قبل ما غادي نزيد التوابل كنزيد الماء باش ما تحرقليش. كنزيد الماء اللي غادي يكفيني باش يشرب هذاك اللحم، يشرب التوابل كلها. انا دائما كنقول لكم راه التوابل الا مشات حتى تقلات راه ما كتبقى عندها حتى شي اهميه. فانا هذه هي الطريقه ديالي ديال الطياب. ما عمرني ما كنقليت العطريه. صافي غادي نخلي هذيك اللحم يغلي مزيان حتى غادي يشرب هذيك التوابل وغيشرب هذيك الميها. عاد غادي ندير له الماء الكافي ونسد عليه. اليوم اختاريت ندير اللحم الغنمي، ولكن نتوما لكم الصلاحيه، بغيتي الغنمي بغيتي البقري بغيتي الدجاج، اي حاجه بغيتيها راه غادي تليق. هنا درت الماء الكافي، غطيت على اللحم ودرت له الماء الكافي اللي باش يطيب فيه، لان يعني اللحم لابد ما خصو يطيب مزيان قبل ما نزيدو الخضره. وغادي نسد عليه هنايا واحد 25 دقيقه. اللحم هنا راه صافي كتشوفوا العظم راه نزل على اللحم، يعني راه طاب. فغادي نزيد الخضر. هاد الخضر كلها غنزيدها في مره واحده لانها كلها طريه، كلها الخضره ديال البلاد، يعني ما دايزاش كاع المجمد. هذاك الفول صغيور، جلبانه طريه، القوق كذلك. فانا فضلت باش نجمعهم. في الغالب كنديروا الجلبانه والفول، الجلبانه والقوق، او لا الفول والقوق، ولكن انا هنا بغيتهم ثلاثه، الشهوه ديال الخضره ديال البلاد. وغادي نسد عليها، ما غاديش ما غنخليهاش تصفر، غير غادي نغطيها عاديه ونخليها. صافي. وهذا هو يعني الا شفتوا كميه ديال القوق
يعني قليلة هنا، فكتعرفوا هنا راه بالثمن، راه كيوصل حتى ل5 € للكيلو. أنا عادةً كنبغي فيه القوق بزاف، ولكن مع الغلا اللي كاين حاليًا في الخضار، كنكتفيو بهاد القدر هذا. كنزيد شوية ديال الربيع كان عندي مقطّع في الكونجيلاتور، صافي، وكنخليها طيب على خطرها، أن اللحم طايب، الخضرة طرية دغيا غادي طيب. فهنا ما كنسدش الكوكوط، غير كنغطيها وصافي، وغادي نتلاقاو. هنا راني زدت الزيت، زدت شوية ديال زيت العود، واحد تقريبا نص كاس ديال زيت العود، وزدت واحد الطريفات ديال الحامض، يعني الحامض طري، ما مرقد ما مصير، حامض طري. وغادي نخليها تشحر مزيان باش المرق كيجي خاتر. صافي، غير هاد الدوائر كافيين مع داك الحامض المصير اللي طاب بيه، كيجي طويجن هائل. ولا عجبتكم الوصفه ديالي لايكيو وبارطاجيو وكتبوا لي التعاليق ديالكم. وهذا هو الطويجن ديالنا وما ألذه، جلديد، غزال، خضيره طريه، خضيره موسميه اللي كينصحوا بها الاطباء، كيقول لك الخضار خصها تتكال في الوقت ديالها. وشكرا لكم جميعا والى اللقاء.